السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في فيديو جديد مع اخوكم محمد عمر. شركه شاومي بقى يا جماعه بتنافس شركه سامسونج اللي اعلنت من كام يوم عن الهاتف الفولد الجبار الجديد بتاعها. شركه شاومي دلوقتي بتعلن عن الشاومي مي ماكس فولد 3. زي ما احنا عارفين شركه شاومي بدات اول هاتف فولد ليها سنه 2021 و22 كان النسخه الثانيه، وسنه 23 السنه دي الفولد 3. هاتف جبار جدا تلاشوا كل الاخطاء وكل الحاجات اللي كانت في بدايه اطلاق او في النسختين الاوليتين من الفولد ده. دلوقتي في تحسينات كبيره جدا على المي ماكس فولد 3 ده، وتعالوا بينا بقى نتعرف على كل مواصفات الفولد الجبار ده. حاجه هتبهرك فعلا. وخلونا نبدا اول حاجه مع تصميم الفولد. اول حاجه الخامات بتاعته بيجي ظهر من الزجاج مع فريم من الالومنيوم، وفي نسخه منه بتتوفر من الالياف الصناعيه. زي ما احنا شايفين الظهر الزجاج ده بيجي فيه بامب كبيره فيها مجموعه كاميرات، واضح جدا ان هي حاجه متعوب عليها بالتعاون مع شركه لايكا، يعني حاجه هتبقى ممتازه جدا. تم تطوير بقى المفصله الموجوده في الفولد هنا. طبعا كنا شايفين في الجيلين الاولانيين في عيوب في قفل وفتح الفولد، كان بيبقى فيه فراغ كده بين الجنبين اللي بيتطبقوا على بعض دول. الهنج الموجود ده كان بيبقى فيه شويه عيوب، كان فيه تراب بيخش كده في الحته دي، ولكن دلوقتي الهنج دلوقتي اتظبط وبقى 100 بقت حاجه قويه جدا وبيتقفل على بعضه تماما، ما بقاش فيه الفراغ اللي كنا بنشوفه الاول ده. وشاومي بتقول ان المفصله دي بقت امتن وبقت اخف في الوزن كمان، وكمان ارفع من النسخه اللي قبل كده او من النسخ اللي قبل كده كمان. وشاومي بتوعدك ان انت تقدر تفتح وتقفل الهنج ده 500 الف مره بدون ما يتضرر الجهاز بتاعك ولا يحصل له اي حاجه، وده رقم كبير جدا جدا يكاد يقعد معاك سنوات طويله. تقدر تركب هنا شريحتين 5G وما تقدرش تحط كارت ميموري. وسيبك بقى من الديزاين ومش عارف ايه والكلام ده كله، خلينا نروح بقى لاروع حاجه اتصمم ليها الفولد ده، وهو الشاشه الكبيره. بعد ما تفتح الهاتف يبقى عامل زي الكتاب قدامك كده. هنا معاك شاشه 8 انش بشاشه اوليد، وعشان نبقى ادق 8.3 انش، والشاشه هنا بدقه 2K بكثافه بكسلات 360 بكسل بير انش. شده سطوع الشاشه دي بتوصل لحد 2600 شمعه، 2600 نتس. معدل تحديث الشاشه هنا 120 هرتز، وبتدعم ال HDR10 بلس، وكمان بتدعم الدولبي فيجن. توليفه كده متكامله، حاجه هاي اند طبعا مفيش بعد كده. حاجه كانك ماسك تابلت ايباد، حاجه اوليد ممتازه جدا في مشاهده المحتوى والعمل عليه. كمان تقدر تعمل كل حاجه على الشاشه دي بكل استمتاع وبكل متعه، يعني حاجه فعلا تخرم لك دماغك من الجمال والمتعه. وكمان لما تقفل بقى الفولد ده هيبقى معاك شاشه خلفيه كانه تليفون عادي جدا، تقدر تستخدمه كانه تليفون بشاشه كبيره 6.56 بوصه، يعني كانه تليفون فعلا كبير. 6.5 بوصه معاك، حاجه هتبقى رائعه جدا بنفس الشاشه برضو الاوليد الممتازه جدا. 120 هرتز، وكمان شده السرعه بتوصل لحد 1300 نتس، وبرضو بتدعم ال HDR10 بلس والدولبي فيجن. حاجه رائعه جدا جدا، تقدر تستخدمه كهاتف كبير جدا معاك عادي مفيش اي مشكله. وقت ما تحب تفتح بقى الكتاب بتاعك او الفولد بتاعك عشان تستمتع بالشاشه الكبيره اللي بتوصل لحد 8 انش. الشاشه هنا بيجي عليها طبقه حمايه من شركه كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس الاصدار الثاني مش الاصدار الاول، وكمان برضو الشاشه الخارجيه نفس الوضع، نفس طبقه الحمايه. المعالج بقى الموجود هنا هو اقوى معالج موجود في العالم حاليا من شركه كوالكوم، وهو السناب دراجون 8 جين 2 بتكنولوجيا 4 نانومتر، موفر جدا في الطاقه وحاجه سريعه جدا، هي الاحدث في العالم حاليا. والمعالج الرسومي هو الادرينو 740. الهاتف هنا بقى بيجي عليه الواجهه بتاعت شاومي الميو اي 14، ولكن المخصصه للفولد المبنيه على اندرويد 13. مساحه التخزين هنا بتبتدي معاك من 256 جيجا مع 12 جيجا رامات، او تقدر تاخد 512 جيجا مع 16 جيجا رامات، او 1 تيرا مع 16 جيجا رامات. والرامات الموجوده هنا كمان هي من نوع LDDR5X، هي الاحدث والاسرع في العالم في الوقت الحالي. والذاكره كمان من نوع UFS 4.0. كل حاجه موجوده في الهاتف توليفه هي الاحدث والاسرع وافضل حاجه موجوده، او افضل تكنولوجيا توصلوا ليها شركات التكنولوجيا موجوده في الفولد ده. ومش معنى انه فولد زي الاجيال السابقه كانوا بيهملوا الى حد ما حوار الكاميرات. بتلاقي الكاميرات في الهواتف الرائده بتاعت الشركات افضل من الفولد، ولكن هنا بقى في كاميرات جباره جدا جدا تكاد تكون احسن من الكاميرات الموجوده في الفلاج شيب. هنا معاك كاميرتين سيلفي، الخارجيه بدقه 20 ميجا بكسل والداخليه برضو 20 ميجا بكسل، وبيصوروا فيديوهات
1080 بي 60 فريم في الثانيه. معاك بقى 4 كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.79 بمستشعر من سوني IMX 800، والعدسه فيها مثبت بصري OIS. والكاميرا الثانيه او العدسه الثانيه 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0، ودي عدسه بورتريه 3.2 اكس برضه فيها مثبت بصري OIS. والعدسه الثالثه او الكاميرا الثالثه 10 ميجا بكسل برضه بفتحه عدسه f 2.9، ودي عشان الزوم، كاميرا تيليفوتو يعني تقدر تعمل 5 اكس زوم بدون ما تخسر اي تفاصيل في الصوره خالص، زوم حقيقي. وتقدر تزوم لحد 50 اكس، وده طبعا هيبقى زوم ديجيتال. وكمان العدسه الاخيره 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2، ودي كاميرا الالترا وايد عشان تاخد صور واسعه بزاويه عريضه. فالصراحه هنا توليفه الكاميرات مش متنازلين عن اي حاجه، معاك كل حاجه انت بتحلم بيها في الكاميرات موجوده في الفولد هنا، عدسات بقى اماميه وخلفيه، كل حاجه فيها ممتازه جدا. طبعا العدسات الخلفيه دي بتصور لحد 8K 24 فريم في الثانيه، وزي ما احنا عارفين العدسات موجوده من لايكا، يعني عندك علم لايكا وسنس والوان لايكا موجوده في الكاميرات هنا، فكاميرات مفيش بعد كده اكيد. والسماعات الموجوده هنا طبعا معاك سماعات ستيريو في الهاتف هنا من هارمون كارديون، وحاجه عشان تسمع صوت فانسي جدا محيطي حوالين منك، بتبقى حاجه جباره جدا. طبعا الهاتف ما فيهوش فتحه سماعات 3.5 مللي، والهاتف هنا فيه IR ريموت كعاده شاومي في كل حاجه، حتى في الفولد هنا عشان تقدر تستخدم الفولد بتاعك كريموت كنترول للاجهزه اللي بتدعم الريموت عندك في البيت. الهاتف فيه ال NFC، بصمه الهاتف موجوده على زر الباور، او بصمه الفولد موجوده هنا على زر الباور، بصمه سريعه جدا 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 طبعا. والهاتف كمان فيه مستشعر التقارب، هتقربه من ودنك الشاشه هتطفي، كل حاجه فيه تمام. الفولد هنا بيجي بلونين وهما الاسود والذهبي. وزن الفولد هنا يا جماعه 259 جرام، طبعا حاجه وزن في جيبك وفي ايدك. ونيجي بقى للبطاريه، البطاريه هنا 4800 ملي امبير بتدعم الشحن السريع جدا جدا عن طريق منفذ تايب سي، والشاحن 67 واط، وكمان بدعم الشحن اللاسلكي بقدره 50 واط. هو الشاحن مش الاسرع، مش 120 واط مش 240 واط، ولكن 67 واط، شاحن سريع جدا وحجم بطاريه معقول، 4800 ملي امبير هتشحن معاك بسرعه جدا. نيجي لاخر حاجه بقى، التوليفه الرائعه دي بقى سعرها كام؟ سعر الفولد ده تم تسعيره بكام؟ تم تسعير الفولد في السوق الصيني للنسخه 256 جيجا مع ال 12 جيجا رامات بسعر $1240، يعني حوالي 38300 جنيه مصري. ال 512 جيجا مع ال 16 جيجا رامات بسعر $1380، يعني حوالي 42600 جنيه مصري. والنسخه بقى العاليه جدا ال1 تيرا مع ال 16 جيجا رامات دي ب $1515، يعني حوالي 46800 جنيه مصري. يا بلاش، اسعار طبعا في متناول الجميع، حاجه رخيصه جدا اي حد يقدر يشتريها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.